عمرك سمعت عن هندسة وبصمجة؟ صعبة مش كده؟ كلمتين ما يجوش مع بعض أبدا. مادة النهاردة حققت الصعب ده وهي السلام عليكم. أول ما تسأل حد عن مادة الإنتاج يقول لك بصمجة وخلاص. طب هما ليه بيقولوا كده؟ وهل فعلا هي ما فيهاش فهم خالص؟ في الأول لازم تعرف أنت بتدرس إيه في الإنتاج. أول شابتر بيكون عليه ماتيريالز، بتدرس المواد وبتصنع إيه. يعني مثلا البلاستيك بنصنع منه أزاز المية، طب الحديد بنصنع منه الكباري وهكذا. بعد الشابتر ده بقى بقيت الشباتر بتتعلم ازاي بتصنع المواد دي، هل عن طريق الرولينج ولا الاكستروجن ولا الويلدنج وطرق تانية كتير. وبيكون في بعض المسائل في المادة دي، ده الجزء السهل والمضمون في المادة فما تضيعوش من ايدك. والجزء العملي بتاعها بيكون في الأجهزة اللي استخدمت في الطرق دي. بس في الأول، هو أنت تدرس الإنتاج في أنهي ترم؟ لو أنت في جروب A اللي هو بيكون أول 3 جروبات أبجديا فأنت هتدرسه في الترم التاني، ولو أنت في جروب B فأنت هتدرسه في الترم الأول. طبعًا هي فعلًا المادة حفظ بس. بُص، في الأول أنت لازم تفهم إن أكيد هنصنع من الحديد الكباري، أكيد مش هاصنع كوبري من بلاستيك مثلًا، بس نظرًا لإنك بتاخد كم أدوات رهيب وعليه كم application جامد جدًا، فأنت مش هتقدر إنك تفهم كل حاجة من غير ما تحفظ. يعني من الآخر دي مادة فهم قبل الحفظ. بس عشان أكون صريح معاك، الفهم بياخد مجهود أكبر بكتير من الحفظ. يعني أنت لو قعدت عايز تفهم كل حاجة وقعدت تسأل ليه المادة ديّة صنعت المنتج ده، مع إن في مادة تانية أقوى منها في حاجة، ما صنعتش نفس المنتج، تلاقيك بتتعمق أوي في المادة، والمادة هتعجبك وهتفيدك جامد. بس ده لو أنت مهتم. إنما لو المادة مش فارقة لك ومش ناوي على قسم زي ميكانيكا إنتاج أو فلزات فخلاص يا باشا، ريّح نفسك وبصمج وخلاص. بس بجد هي كمعلومات مفيدة جدًا. المادة بيكون ليها محاضرة 3 ساعات، بيخش الدكتور يشرح وبيتعمق لك في كل حاجة. بس بجد لو أنت مش مهتم هتمل جدًا من المحاضرة. وبصراحة هي مش إجبارية إنك تحضر، يعني مش عليها درجات. وليها ورشة، لمّا بييجي ميعاد الورشة بتروح في المكان اللي فيه الورشة وأنت لابس البالطو بتاعك، عشان أنت من غيره مش هتدخل الورشة. بتسمع الصفارة دي معناها إن الورشة فتحت، بتدخل تقعد تدوّر على اسمك، تاخد الورقة اللي فيها اسمك وبتروح تشوف أنت أنهي ورشة. بتنزل تقف من ساعة ونُص لساعتين مع فني بيحاول يعلمك جهاز من الأجهزة حسب جدول هاقول لك دلوقتي هُم متقسمين إزاي، بس هو بيقعد يشرح لك بالعربي. بس الجزء الممتع إن أنت ساعات بتجرّب حاجات بنَفْسك، فأنت بتفضل فاكر إيه اللي حصل وأنت عملت إيه، وبتفضل فاكر الجهاز كويس. بس مشكلة الورشة إن أنت بتفضل واقف ساعتين لحد ما تزهق، وزي ما قُلت لك أنت لو مش حابب اللي بيحصل أنت هتمِل جامد جدًا، جدًا، جدًا. طَب دلوقتي إحنا قُلنا إن في محاضرة وفي ورشة، هل معنى كده إن ما فيش سيكشن؟ بُص، بيكون في tutorial حوالي ساعة، في آخر المحاضرة بييجي فيه المعيد بيحاول يشرح لك بعض المسائل، عشان الحاجة الوحيدة اللي أنت محتاج لها السيكشن هي المسائل. والمسائل سهلة جدًا، يعني أنت ممكن تجرّبها لوحدك وتتعلّمها، فهو بييجي بس على قد الساعة ويشرحها لك، وكمان ما بتكونش كل محاضرة. طب توزيعة الدرجات بتكون إزاي؟ أنت عندك 5 درجات quiz 1 و5 درجات quiz 2 وعندك 10 درجات على حل كتاب الورشة. كتاب الورشة ده كتاب بتشتريه من الكلية، المفروض إن أنت تحل بعد كل ورشة الأسئلة اللي عليه، بيكون موجود فيه أسئلة على ال8 ورش، وفي 10 درجات بيكونوا على امتحان عملي، بس بصراحة هو مش عملي أوي، وهو بيكون اختياري مع الquiz 2، بيكون على الورش اللي أنت خدتها. وبيكون في 10 درجات حضور على الورش، اللي هو بيكون حوالي 8 ورش، فمعنى كده إن حضور الورشة الواحدة واقف عليك بدرجة وربع. طب أنت ما حضرتش الورشة، هل معنى كده إن الدرجة وربع راحوا عليك؟ لأ، بيكون في أسبوع تعويضي، بيكون في آخر الترم، ده لو ما حضرتش أي ورشة أنت بتروح في الأسبوع ده للفني وتقول له أنا ما حضرتش الورشة ديّة، فبتحضرها وبيمضي لك إن أنت حضرتها وبتاخد الدرجة وربع. طب أنت لو غِبت أكتر من ورشة، للأسف أنت مش هتاخد درجتها، تعوّض في آخر الأسبوع الورشة اللي أنت ما حضرتهاش والباقي بيتخصموا منك. وطبعًا زي ما اتفقنا عندك 20 درجة مِد و40 درجة final. دي كده تقسيم درجات مادة الإنتاج. طب إزاي تذاكر المادة؟ بُص، عندك باشمهندس إبراهيم، هو ده اللي هينقذك من المادة حرفيًا. بيعمل جروب بيحاول يجمّع فيه كل الطلبة، وبيعمل لايف كل أسبوع بيشرح المادة بطريقة مبسطة وبدون كلاكيع وبدون أي مشاكل. بيعمل لايف مثلًا السبت بيكون ليه قعدة الأربع، فحاول تحضره على قد ما تقدر. طب لو ما حضرتوش ولا حضرت المحاضرة تعمل إيه؟ هتجيب الslides اللي شرحت منها المحاضرة وتجيب بقى ChatGPT وتحاول تفهم بقى، ده لو أنت عايز تفهم. هتعمل بعدها إيه؟ هتروح على طول على الملزمة، ما فيهاش نقاش دي، هتحل كل الأسئلة اللي موجودة في الملزمة. هتلاقي أسئلة كتيرة بتتكرر، هي دي الأسئلة المشهورة، طبعًا تركز عليها جدًا. بس تحل كل الأسئلة وتفهم كل الأسئلة، عشان هو مش شرط إن هو يجيب الأسئلة المشهورة بس. وهو ده اللي حصل معانا في الترم الأول، جاب لهم امتحان إلى حدٍ ما متكرر وأسئلته سهلة، فإحنا قُلنا إن هو في الترم التاني هيعمل معانا كده، جيب امتحان جديد creative،
فطبعًا اللي كان مبصمج بس وحافظ الأسئلة المشهورة بس ما قدرش يحل، وفي ناس كتير شالت المادة الترم التاني بس. فحاول زي ما قُلت لك إنك تفهم وتحل كل الأسئلة وتحاول إنك تفهمها. أنا جايب في المادة ديّة A- عشان أنا اتفقت معاك إن أنا هاقول لك التقدير. في النهاية يا صديقي لازم تعرف إن الإنتاج مادة فهم قبل ما تكون حفظ، ولو فهمتها بجد هتشوف الحياة من منظور تاني، منظور أعمق من أي حد. استناني في الحلقة الجاية وإحنا هنتكلم عن أصعب مادة في إعداد هندسة، وهي مادة Free audio post-production by alphonic.com.